قصة داحس والغبراء باختصار. في زمن بعيد قبل أن يشرق نور الإسلام، كانت الصحراء العربية تضج بالفروسية والشعر، وتشتعل فيها الحروب لأسباب قد تبدو لنا اليوم صغيرة، لكنها كانت عندهم مسألة شرف وكرامة. كان قيس بن زهير العبسي سيدا من سادات قبيلة عبس، يملك فرسا أصيلا سريعا اسمه داحس، يضرب به المثل في القوة والسبق. وفي الجهة الأخرى كان حذيفة بن بدر الذبياني من سادة الذبيان، يملك فرسا أنثى تدعى الغبراء. وفي مجلس من مجالس العرب دار الحديث عن الخيل وتعالى الفخر، حتى اقترح أحدهم: لما لا يكون بين داحس والغبراء سباق؟ تحمس القوم واتفق قيس وحذيفة على سباق طويل في الصحراء، ووضع الرهان 100 من الإبل لمن يفوز. انطلق السباق، وتعلقت الأبصار بالغبار المتصاعد من حوافر الخيل. كان داحس يتقدم بثبات، يطوي الأرض طيا، حتى أيقن العبسيون أن النصر قريب. لكن في الطريق كان الغدر ينتظر. اختبأ رجال من ذبيان خلف التلال، فلما اقترب داحس خرجوا فجأة ولوحوا بالسيوف، فتطاير الغبار، ففزع الفرس وتباطأ. وهنا تجاوزته الغبراء. عندما وصلت الغبراء أولا هتف الذبيانيون بالنصر، لكن قيس بن زهير صرخ غاضبا: هذا غدر لا سباق، والله لا أسلم بالباطل. اشتعل الخلاف وارتفعت الأصوات، ثم سفك الدم، وتحول سباق خيل إلى حرب طاحنة. تعاقبت السنين واشتد القتال، وسقط الفرسان واحدا تلو الآخر، وبرز في المعارك أسماء وأسماء، منهم فارس عبس الأشهر عنتر بن شداد، بسيفه وشعره يدافع عن قومه ويخلد بطولاتهم. دامت الحرب 40 سنة، تارة تخمد وتارة تعود أشد، حتى أنهكت القبيلتين وكادتا تفنيان. وأخيرا نهض رجلان عاقلان، الحارث بن عوف وهرم بن سنان، فقالا: كفى دما، كفى ثأرا، ودفعا من أموالهما ديات القتلى، وأصلحا بين عبس وذبيان. فوضعت الحرب أوزارها بعد أن خلفت حزنا وندما طويلا. وهكذا بقيت داحس والغبراء شاهدتين على أن الظلم والغدر قد يشعلان نارا لا تطفأ إلا بالحكمة في النهاية. أرجو الاشتراك في القناة أعزائي، إلى اللقاء.